السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي أحبائي كل متابعينا على قناة نسر سعيد، كل الأهلاوية في كل مكان، برحب بحضراتكم ونبدأ حديثنا بالصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اشفي مرضاهم وارحم شهدائهم وارحم أبي وجميع موتى المسلمين. النهاردة فيديو سريع كده، هنتكلم بس عن جوائز الكاف، لسه شغالة لحد دلوقتي. بس عايزين نتكلم عن حاجة. أول جايزة وافضل جايزه واحسن جايزه تشرف بيها الاهلاويه دايما، ودايما الاهلاويه فخورين بناديهم. النادي الاهلي افضل نادي في افريقيا للعام الثاني على التوالي. ان شاء الله ان شاء الله نحقق ال 13 السنه دي ونفوز بالجائزه للمره الثالثه على التوالي، ويبقى انجاز ما حصلش قبل كده في افريقيا كلها. وهو بالفعل انجاز. طب مين يستحق احسن نادي في افريقيا غير النادي الاهلي؟ مين يستحق غير نادي القرن، اعظم نادي في الكون؟ النادي الاهلي. مبروك لكل الاهلاويه، نستحق الجائزه بكل جداره، وافخروا بناديكم. والنادي الاهلي لو زعلنا مره بيفرحنا مرات كتيره، عشان كده احنا دايما جمهوره حماه على الحلوه والمره معاه. فرحنا كتير وهيفرحنا لسه ان شاء الله، ودايما مفرحنا ورافع علم مصر ورايه مصر دائما في كل المحافل الدوليه. طب انتوا سمعتوا اسم مصر غير مع النادي الاهلي؟ لما اعلن ان النادي الاهلي بطل او افضل فريق في القاره كلها، قالوا النادي الاهلي منين؟ من مصر. عشان الناس اللي كانت بتطلع تزيط وتحفل على النادي الاهلي بعد هزيمته من باتشوكا، هزيمه غير مستحقه، يعرفوا قيمه النادي الاهلي. تاني يوم او بعديها بيومين سبحان الله جالهم الرد على طول. هو ده النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي، هو ده اللي بيشرف مصر. النهارده ما سمعناش كلمه اسم مصر غير في النادي الاهلي، وغير اسم محمد صلاح لما اختاروه في تشكيله احسن 11 لاعب في افريقيا. قال لك الاهلي من مصر، محمد صلاح من مصر. طب حد منكم شاف الزمالك؟ طب حد منكم سمع اسم القلعه النهارده؟ مفيش ولا جايزه ولا ذكر اسم القلعه دي خالص. اكبر قلعه في مصر، هي قلعه فعلا خالص يعني، قلعه في كل حاجه حتى في الجوائز. زيزو والزملكاويه زعلانين قوي عشان زيزو ما خدش احسن لاعب النهارده. وهنتكلم برضو عن الجوائز وغرابه الجوائز وتوزيع الجوائز والكلام ده كله. طب زيزو ولا الشحات؟ كان مرشح طبعا ويليامز والشحات وزيزو. طب مين لو هنقارن، مين الشحات ولا زيزو؟ استبعد ويليامز عشان ده دخل في حاجه كده هنتكلم فيها دلوقتي. مين اللي فايز بأقوى بطولة في أفريقيا السنة دي بالنسبة للأندية؟ هل بطل الدوري الأبطال ولا بطل الكونفدرالية؟ أنهي الأقوى؟ أنهي اللي يستحق؟ زيزو 10 مساهمات منهم 4 ضربات جزاء. الشحات 6 أهداف منهم 6 أهداف مع مساهماته كمان، أنا مش فاكرها بالظبط كانت كام. ولكن اللي خد الجايزة ويليامز، وده شيء غريب جدا، ودي هي ماما أفريكا اللي احنا بنقول عليها. لما تسأل حضرتك مين رئيس سان داونز، هتعرف ابن متسبي. مين رئيس الكاف؟ هو متسبي. ويليامز بيلعب فين؟ في سان داونز. طيب نفهمها بقى، احسن حارس ممكن تعدي، ممكن، لكن احسن حارس واحسن لاعب طالع بدورين في الفيلم، لا دي حاجة غريبة يعني، بجد بجد حاجة غريبة. افضل مدرب طبعا مدرب كوت ديفوار، لان طبعا فازوا بالبطولة افريقيا السنة دي. افضل منتخب للرجال كوت ديفوار. افضل لاعب شاب في افريقيا السنغالي لامين كامارا. افضل حكم الليبي معتز ابراهيم. افضل فريق افضل لاعب في افريقيا ويليامز بعد افضل حارس. افضل لاعبة سناء مسعودي من الجيش المغربي. افضل حارسة من نيجيريا. افضل حارس برضو ويليامز، زي ما قلت لكم طالع بدورين. افضل مدرب كوت ديفوار. افضل هدف خده مابولولو، ويستحق، هدفه جميل جدا ويستحق. طيب فين الزمالك؟ فين زيزو؟ فين لاباليبو؟ رايحين الاتنين احسن بدل، وضاعت فلوسك يا لاباليبو انت وزيزو. صرفتوا على البدل ولكن
رجعتوا فاضيين. فاللي عايز يبعت معاهم حاجه على راي اخواننا في صفه مشجعي النادي الاهلي اللي بحييهم، قال لك اللي عايز يبعت حاجه يا جماعه، زيزو راجع من المغرب فاضي. فاللي عايز يبعت حاجه من المصريين المقيمين في المغرب يبعت مع زيزو ومع حسين لبيب، الاثنين راجعين فاضيين وشنطهم فاضيه. فاللي عايز يبعت حاجه يلحق، هم راجعين بكره الصبح ان شاء الله. اللي عايز يلحق حاجه بقى ايه، يكلمهم دلوقتي ويبعت معاهم اي حاجه بقى. افضل تشكيله من 11 لاعب في افريقيا جه منهم محمد صلاح موجود في القايمه من مصر. يبقى الاهلي من مصر، محمد صلاح من مصر. حد تاني من مصر؟ لا. حد من الجماعه اللي طلعوا يحفلوا دول شاف اي حاجه او لقط اسم الزمالك او حرف حتى من الزمالك؟ لا. حد شاف القلعه؟ لا. بس ده ردا على حبايبنا الزملكاويه اللي طلعوا حفلوا علينا بعد هزيمتنا من باتشوكا، هزيمه غير مستحقه وبضربات الجزاء والسيناريو اغرب من الخيال. طلعوا يحفلوا علينا. طب احنا خدنا البرونزيه كاس العالم، احنا اكتر فريق شارك في كاس العالم، اكتر فريق لعب مباريات في كاس العالم. انتوا ما شمتوش ريحه كاس العالم، طالعين تحفلوا علينا، طالعين تحفلوا على نادي القرن، النادي اللي رفع اسم مصر ودايما رافع اسم مصر في المحافل الدوليه. اسيب لكم انتوا الرد. طيب النهارده بقى في حاجه تانية طبعا. النادي الاهلي برضو فرح كل الاهلاويه وفاز على الزمالك في دوري المرتبط لكره السله. طبعا الصغيرين خسروا ولكن الكبار عوضوا الهزيمه وفازوا على الزمالك في مباراه كانت اشبه يعني هنقول ايه، اشبه بالمعجزه. الزمالك متفوق لحد الفقره الرابعه، والنادي الاهلي اكتسح الفقره الرابعه بالكامل وقدر يتفوق على الزمالك وفاز 56-51 وفي انتظار الفائز من سبورتنج والاتحاد السكندري في نهائي دوري المرتبط. هو ده النادي الاهلي. قلنا لما بيقع بيقوم. بعديها بيومين خدنا افضل فريق في القاره كلها في افريقيا. الاهلي كسب الزمالك، وصل للنهائي دوري المرتبط. وان شاء الله بطوله افريقيا السنه دي ان شاء الله بنحققها للمره ال13 عشان يفضل النادي الاهلي هو فخر الكره المصريه، هو فخر مصر، هو اللي بيشرف مصر. ارفع راسك يا اهلاوي في كل مكان، مفيش غير النادي الاهلي وبس. نمبر 1 في مصر، افريقيا، الشرق الاوسط. وفي نهايه الكلام بكره طبعا نتكلم عن الصفقات والاسامي وبتاع، ولكن لحد دلوقتي كل اللي بيتقال ده كلام في الهوا. النادي الاهلي محددش لسه الصفقات، ما اعلنش، ولكن احنا كاهلاويه بنتمنى الصفقات اللي جايه تكون على قد وحجم النادي الاهلي وقيمه النادي الاهلي. صفقات تقدر تبني عليها فريق، مش صفقات بقى جايه احنا ناس بس في وقت اللي احنا محتاجينه دلوقتي وخلاص. لا، عايزين صفقات تبني عليها فريق النادي الاهلي، فريق المستقبل. عايزين النادي الاهلي دايما فوق فوق فوق. ولما بنتكلم عن النادي الاهلي الناس بتطلع تحفل على النادي الاهلي، ولما نقول احنا جمهوره ده حماه، احنا جمهور النادي الاهلي حماه. احنا على الحلوه والمره معاه، على قد ما بيفرحنا، على قد ما احنا فخورين ان انت تكون فخور انك اهلاوي، ودي نعمه انك تكون اهلاوي. على قد ما بنزعل طبعا من النادي الاهلي لو اخفق في اي بطوله او في اي مباراه، ولكن احنا وراه لان عارفين النادي الاهلي لو زعلنا يوم بيفرحنا بقيه الايام. هو ده النادي الاهلي. اوعى تزعل على بطوله راحت، لا، فكر في البطولات اللي جايه. عايزين صفقات يا كابتن محمود تليق بالنادي الاهلي، واحنا واثقين في الاداره، واحنا ورا الاداره وورا النادي الاهلي وورا اللعيبه وفي ظهر كل اللعيبه اللي بتحب النادي الاهلي، اللعيبه اللي بتتعب وتشقى عشان خاطر النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي عشان يفرحونا. في نهايه الكلام اتمنى لكم الصحه والسعاده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وما تنسوناش بشير ولايك عشان نقدر نواصل مع حبايبنا الاهلاويه في كل مكان.